أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ أحد النكات التي لا بد أن يلاحظها طالب العلم المراقبة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الإنسان إذا يتعمق في هذه الآية الشريفة يراقب عن نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى محيط على كل شيء. بالعلن وبالخلوة الله سبحانه وتعالى ناظر، ولذا لا بد لكل طالب علم أن يراقب على نفسه في كل اللحظات، يحس أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه. إذا الإنسان تيقن قنع نفسه ما يعصي، ما يرتكب خلاف، لأن الله ناظر. ربما بعض الأشخاص لا يدركون هذه الآية الشريفة. ألم يعلم بأن الله يرى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دققوا في هذه الآية الشريفة، يخاطب يا أيها الذين آمنوا، أنتم شيعة علي بن أبي طالب، لأن هم مؤمنين. اتقوا الله. اتقوا الله يعني راقبوا على أنفسكم. أي شيء تريدون ترتكبون أول فكروا بعاقبته. الإنسان ربما يتعود على المعصية، الله يستر. كثير من الأشخاص يسألون كيف نفر عن هذه المعصية، لأن متعود يريد يخدم الدين من طرف آخر يرى أنه مبتلي. ولذا ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الآية لابد أن تكون قرة عين دائما، تكتبها تخليه أمامك دائما. الله دعا يشوفك، ينظر إليك، وبعد ذلك لم تتجرأ أن تعصي، لأن الله سبحانه وتعالى ناظر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ارجع على نفسك، باكر يخلوك بالقبر شنو مسوي؟ أي شيء فعلت في الدنيا حتى الله سبحانه وتعالى يعطيك خير، يعطيك أجر. واتقوا الله، شوف يكرر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعرف شو تسوي بالخلوة وبالعلن. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله الله. الإنسان إذا يفكر يخلوه بالقبر لازم يجاوب. ماكو أفضل عمل مثل خدمة الدين، ماكو. يعني طالب العلم أكبر حرفة وعمل محبوبة عند الله دعا يرتكبه، يعمل به. فلولا نفر لبيك لبيك، هذا طلب من الله. الطلب من الله ليس شيئا بسيط، له أجر ثواب. الله سبحانه وتعالى من قام بهذا الفعل يعطيه مقام عالي سامي خالد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان الله. احنا ما نشوف الله ولكن ندركه إدراكا. تدرون ليش؟ لأن النعم تسبب أن ندرك الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بد أن نضيف إلى هذا الإحساس الله سبحانه وتعالى ناظر على أعمالنا، مخلي أشخاص يكتبون حتى الحجة تكون بالغة. اعمل بطريقة حتى لا تطلب الرجوع إلى الدنيا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. في الدنيا بين قال الدنيا دار فناء، لو كانت الدنيا لأحد لكان الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا، غير أن الله تعالى خلق الدنيا للفناء. ما يبقى أحد، اللي يبقى العمل الصالح، اللي يخلد عندك أخلاقك، صفاتك الحميدة، أداء تكليفك أمام الله، هذا يبقى. ينبغي أن يكون الرجل مهيمنا على نفسه، مراقبا قلبه، حافظا لسانه. أمير المؤمنين يقول روحي له الفداء علي بن أبي طالب، قسيم الجنة والنار، صاحب الصراط، يقول روحي له الفداء. ينبغي يعني لا بد أن يكون المؤمن هكذا، خصوصا طالب العلم، مهيمنا على نفسه، مسلط على نفسه. إذا صارت منظر معصية يهرب، ما يبقى. مراقبا لقلبه، شنو يدخل بوجوده، يراقب مو كل شيء. حافظا لسانه، مو يتكلم كل شيء يجيبه بلسانه، لا بد أن تكون هذه الكلمات لها قيمة عند أدائها. شوف إمام الصادق شي يقول: من رعى قلبه عن الغفلة ونفسه عن شهوة وعقله عن الجهل فقد دخل في ديوان المتنبهين، ثم من رعى عمله عن الهوى ودينه عن البدعة وماله عن الحرام فهو من جملة الصالحين. حديث ذهبي هذا الحديث، حديث جدا مهم ينبه الإنسان. شوف إمام الصادق شي يقول: روحي له الفداء، من رعى قلبه عن الغفلة، من راقب قلبه عن الغفلة، ونفسه عن الشهوة، ما راح وراء الشهوة، وعقله عن الجهل. العقل لا بد أن تتدبر معه، لا بد أن تتدبر بالعقل، تحلل المسائل، مو هالشكل تستفيد العقل بأشياء التي لا توصلك إلى الحقيقة، إلى القطع، إلى الاطمئنان. وعقله في مقابل الجهل، يستفيد عقله، يستفيد من العقل. فقد دخل في ديوان المتنبهين. ثم من رعى عمله عن الهوى، الشخص الذي في عمله يراقب أن لا يأخذه هواء النفس، ودينه عن البدعة، بعد دينه عن البدعة، وماله عن الحرام، يدقق في أمواله، فهو من جملة الصالحين. هذا الإنسان الصالح، الإنسان المقبول هذا. وإن شاء الله نستمر بالكلام
حول هذه النكتة المهمة ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.